كلنا بالنفاق بصوت واحد. الصوت بدي يوصل على كل الطالبات. اذا كنا على حسكه الحب القائد لازم الاعلام القائد فوق وصوت واحد نفاق. كلنا حسكه حرية أوجلان. بالروح بالدم نفديك أوجلان. الشعب يريد حرية أوجلان. تستهدف وجودنا تاريخا ومستقبلا. لقد مرت علينا سنوات من المعاناة والحصار والهجمات من كافة الجهات، لكننا استطعنا بعزيمتنا أن نصمد ونعبر المرحلة الصعبة بالاعتماد على مبدأ أخوة الشعوب والمشاركة في صنع القرار وبناء النظام المجتمعي الذي أصبحت المرأة فيه صاحبة الريادة، ليصبح شعار المرأة الحرية الحياة هدفاً على عالي المقام. إن المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان هو حق طبيعي لنا جميعاً، لأننا بفضل فكره وفلسفته استطعنا أن نحمي مجتمعنا وأن نبنيه بطريقة أفضل في وقت كان الخراب يحل على كل مناطق الشرق الأوسط وفي المناطق التي تقع خارج الإدارة الذاتية الديمقراطية، حيث باتت سوريا مرتعا لكل مجرمي الأرض، وقد أدخلتهم تركيا وساندتهم لترويع سوريا برمتها، وقد امتدت سطوتهم لتشمل العراق كاملا، لكنهم تراجعوا بفضل استبسال قواتنا قوات سوريا الديمقراطية والقوات المرادفة لها من حرس الخابور والأسايش وسوتورو والقوات الجوهرية، لتصبح مناطقنا عصية على الإرهاب والفصائل المختلفة. لقد عاتت فسادا في كل المحافظات السورية وما زالت تفعل ذات أفعالها في الساحل السوري ومناطق حمص وحماه وأطراف دمشق. ها نحن اليوم يدا واحدة وموقف واحد نناشد أصحاب الضمائر الحية وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والقانونية في العالم للعمل على فك أسر القائد وخروجه من جزيرة الظلم ليكمل مسيرة السلام التي بدأ بها منذ شهور. لن نتنازل عن مطالبنا وسنبقى نطالب بحرية القائد حتى يرجعوا لشعبه. الخزي والعار للمحتلين وأعوانهم. باجي زارت أبو